السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعلم أساسيات البرمجة باستخدام ال C++. النهاردة هنتكلم مع بعض عن الداتا تايبس وهنعرف يعني إيه داتا تايب. لو تفتكروا مثلا في الفيديو اللي فات كنا بنقول int age بيساوي 15 زي ما هو واضح كده. فأنا عندي كلمة int دي اللي هي اختصار integer هي data type، هي دي الداتا تايب. طيب الانتجر معناها إنه أنا عندي variable هيجي بعدها هخزن فيه value معينة، الvalue دي هي رقم ورقم صحيح ما فيهوش فواصل عشرية. تمام؟ طيب وليكن إن أنا عايز أخزن قيمة برايس معينة وهيكون فيها كسور عشرية. هنا عندي حل من الحلين، اما ان انا استخدم الداتا تايب اللي هي اسمها float، وهنا ممكن نقول price بيساوي مثلا 15 ونص. هو هنا هيقبل ال 0.5 دي هيقبلها لان انا مستخدم float. او ممكن استخدم نفس الكلام نقول double ونعمل price، بس ايه ما ينفعش انها تكون نفسها لان انا كده عندي الاتنين نفس الكلام بالظبط. ممكن نخليها كلها كابيتال او حرف منها كابيتال، نخليها بالمنظر ده. فانا كده عندي البرايس دي غير البرايس دي. ايه الفرق؟ ان انا عندي دي كابيتال ودي سمول، واحنا اتفقنا ان السي بلس بلس هي كيس سنسيتيف لانجويج. كيس سنسيتيف لانجويج يعني عندي لما يكون المتغير بحروف معينه لما اجي انادي عليه انادي عليه زي ما هو بالظبط، ما اكتبش حرف مختلف. فانا لما هنا كتبت نفس الكلمه بس بكابيتال ليترز، هنا اتعرف عليها على ان هي ايه؟ متغير تاني خالص. طيب يبقى احنا كده عرفنا الانتجر ارقام صحيحه، الفلوت هي ارقام برضو ولكن ارقام عشريه، الدبل ارقام برضو وارقام عشريه. طب ايه الفرق بين الفلوت والدبل؟ يعني هل هما الاثنين نفس الحاجه وخلاص؟ لا، الفرق ان انا عندي في الفلوت اقدر اخزن فيها ارقام لحد 6 او 7 فواصل عشريه. يعني وليكن خلينا نكتب كده، ده منظر الفلوت ممكن ايه يخزنه، ان هو عندي 6 ارقام مثلا او 7 ارقام بالكتير، انما الدبل لحد 15 رقم. تمام؟ فده الفرق بين الفلوت والدبل، ان دي بتاخد ارقام اكبر بكتير. تمام؟ طيب تعالوا نشوف ايه تاني. عندي داتا تايب اسمها تشار وهي اختصار كاركتر. بكل بساطة بيتخزن فيها ايه؟ بيتخزن فيها حروف. يعني لو حطيت كلمة char واديت مثلا اي variable، ممكن نقول كاركتر، يعني انا سميت الفاريبل كاركتر. تمام؟ بيساوي مثلا، ونعمل ايه؟ السنجل كوتيشن. احنا الفيديو اللي فات اخدنا الدبل كوتيشن. الدبل كوتيشن لما اجي اعمل سي اوت واكتب اي حاجه بين دبل كوتيشن لما ادوس ران بيبرنت نفس الكلام بالظبط. انما السنجل كوتيشن اللي هي العلامه ديت هتلاقيها عندك حرف الطاء جنب زرار الانتر، لو دوست عليه دوسه هيجيب لك السنجل كوتيشن، لو دوست شيفت مع حرف الطاء يجيب لك الدبل كوتيشن. تمام؟ المهم انا بخزن ازاي الكاركتر دوت جوه السنجل كوتيشن؟ ممكن اسجل حرف واحد. تمام؟ وما ننساش السيمي كولون بتاعتنا. طيب عندي اخر حاجه معانا وهي السترنج. ممكن نكتب sentence، ده اسم الفاريبل بتاعنا اللي هو جمله. انت بتسمي الفاريبل بمزاجك بقى اي اسم، يساوي، وهنعمل الدبل كوتيشن بتاعتنا ونكتب اي حاجه وليكن sentence برضو. طيب وما ننساش الايه؟ السيمي كولون. طيب معانا كمان داتا تايب واللي هي البول. البول اتفقنا ان هي بتاخد حاجتين، يا اما ترو يا اما فولس. تمام؟ ونسميه باي حاجه وليكن حرف الكيو بيساوي ترو. تمام؟ ونعمل بول تاني علشان نشوف الاثنين، وليكن نسميه حرف الدبليو. قلنا اسم الفاريبل انت بتسميه اي اسم مش هتفرق، ونسميه ونخليه فولس. تعالوا نشوف بقى ايه الكلام ده لما يطلع لنا، عايزينه يطلع على شاشه الاوتبوت. هنقول هنا سي اوت الايج بيساوي وايج. دي الطريقة اللي أنا أطلع بيها
السطر الكود. يعني انا لو عملت ران دلوقتي، هو عارف ان الايدج ب 15، فهيقول ايدج بيساوي والقيمه الفاريبل اللي جواها 15. هيطلع دلوقتي هنا كده اهو، طلع معايا ان الايدج بيساوي 15. طيب نفس الكلام، ناخد نفس السطر ده ونقول له سي اوت، ونقول برايس از، نقول له برايس، الفاريبل بتاعنا برايس. تمام، نعمل رن. هيظهر لنا هنا اول سطرين، ايج بيساوي 15 وبرايس از 15 ونص، والاثنين في نفس السطر. طب انا عايز افصل بينهم بكل بساطه، هاجي هنا واقوم كاتب له اند لاين، اند ال. تمام، وهاجي هنا نفس الكلام اقول له اند ال علشان ايه الموضوع ده ما يتكررش. طيب عندي البرايس الثانيه اللي هي ب 99 ونص دي. تمام، هنقوم واخدين السطر ده كده ونقول له البرايس دي هتبقى كلها كابيتال برايس. هنلاقيه طلع لي كل واحده فيهم في سطر، الايج والبرايس الاولانيه والبرايس الثانيه. يعني هو فعلا تعامل مع الاثنين دول على ان هم ايه، اثنين مختلفين. تمام، نفس الكلام هيبقى موجود معانا هنا. ممكن نغير دي كاركتر از ونخليها اللي هي كاركتر. تمام، وعلى طول نخش في اللي بعدها نعملهم كده مع بعض. تمام كده الشكل عندي أصبح كله جاهز. ممكن نعمل رun دلوقتي ونشوف واحدة واحدة. تمام، هتلاقيه ظهر لي في الأول الإيج والبرايس اللي إحنا لسه كنا شايفينهم، والكاركتر قال لي إن هو حرف الجي اللي أنا مخزنه هنا. تمام، السترنج قال لي السترنج از سنتنس، هتلاقي كتب لي سنتنس از سنتنس لأن أنا كاتب له سنتنس از، وراح جاي واخد إيه تعالوا نغير مع بقى، نكتب هنا أي حاجة تانية عشان الفرق يبان بس. وليكن هنخلي الجملة كده. تمام، هتلاقيه عمل لي ايه sentence is ونفس اللي احنا عاملينه هنا. طيب لو انا جربت الكاركتر اديها اكتر من حاجة، يعني خليتها بالمنظر ده، هل هينفع؟ هتلاقيه طلع لي على طول ايرور، ما ينفعش. الكاركتر راح عاملها لي ايه، حرف الاي اخر واحد بس هو اللي طلع، ما طلعليش حرف الجي، لان انا المفروض هو حرف واحد بس اللي بيتخزن جوه. تمام، المهم هنلاقي بعديها الكيو طلعها لي قلت له ان الكيو بتساوي ترو، فلما قلت له سي اوت كيو قال لي ترو. المره اللي فاتت اللي بعديها المفروض اقول له دبليو، فهيقول لي ايه فولس. نشوف كده مع بعض، هتلاقي طلع لي واحده بواحد وواحده بصفر. عندي الترو هي ب1 والفولس بزيرو. تمام، طيب عندي بقى حاجه كويسه جدا، انا ناخد الكلام ده كله ونعمل له كومنت. في عندي بقى داتا تايب اسمه اوتو. اوتو ده هو بكل بساطة بيشوف انت اديت ايه للفاريبل، فنسمي الفاريبل بتاعنا مثلا اكس. تمام، ونديله قيمة، اديته مثلا وليكن 5. هو كده هيتعامل مع الاكس دي ان هي ايه انتجر الخمس، لان انا مديله رقم صحيح، فاتعامل معاها لان هي انتجر. تمام، لو قلت له سي اوت اكس هيطلع لي عادي الخمسة، مفيش اي مشكلة، هيطلع 5. تعالى ناخد نفس الكلام بالظبط، بس خلي الاكس ديت 5.5 او 55.5. تمام، نغير بس نغير الفاريبل نخليه اي فاريبل تاني. ادي الخمسه عمل معاها لان هي انتجر، ال 55.5 طلعهم وتعامل معاهم على ان هي فلوت. فالاوتو ده بكل بساطه هو ايه، بيشوف انت مخزن ايه وهو على اساسه بيطلع لك اللي انت عايزه. نجرب الكاركتر. تمام، نخلي دول كومنت. تمام، ونديله ايه مثلا، نعمل السنجل كوتيشن او ننساها بس اهم حاجه، ونكتب اي حرف. تمام، ونقول له سي اوت السي. عادي جدا تعامل معاها ان هي كاركتر، وهذا الاساس بقى مع كله. يعني نجرب نخليها string، نديله دبل كوتيشن
ونكتب string مثلا، طلع لي string. نكتب true او false اي حاجه، هتلاقيه اتعامل معاها على ان هي ايه، فول. طلع لي واحد، لو كتبت فولز هيطلع لي زيرو. يبقى احنا كده النهارده اخدنا الانتجر بيدي ارقام صحيحه، والفلوت بيدينا ارقام عشريه. الدبل ارقام عشريه برضو بس اكبر شويه، دي بتاخد من 6 ل 7 ارقام جنب بعض، دي بتاخد لحد 15 رقم. الكاركتر حروف فقط، السترنج بياخد كلمات او جمل. البول يا اما ترو يا اما فولز، الترو بيطلع واحد، الفولز بيطلع زيرو. والاوتو هو بيتعامل بقى، بيشوف انت اديته ايه القيمه اللي انت اديتها للفاريبل، بيطلعها تلقائي. انا اديته 5، اعتبر ان انا ايه، انتجر. اديته حرف الفي اداني ان انا تشار. اديته سنتنس طلع لي ان هي سترينج. تمام. احنا الفيديو اللي فات اتكلمنا عن السي اوت. تمام، اتكلمنا ان السي اوت لما اكون عايز ابرنت حاجه على السكرين بره، بقول له سي اوت كذا وبيطلع لي اللي انا عايزه. طب لو انا عايز ادي قيمه للجهاز، يعني أنا مثلا عايز ادخل انا عمر الطالب، تمام، نعمل ده ازاي؟ بكل بساطه مثلا انا هقول سي اوت انتر يور ايج. تمام، ومش هعمل اند ال، انا عايزها تتكتب في نفس السطر، وهقول سي ان. بالمنظر ده بقى انا بدخل قيمه لل للكمبيوتر. تمام، سي ان وعلامتين عكس العلامتين بتاعت السي اوت، واديله اي ايه فاريبل انا عايزه، وليكن ايج. تمام، فلازم هنا الاول، انا كده مش معرف الايج، انا كنت معرفها فوق، فاشيل الكومنت بتاعها علشان يبقى متعرفه عندي هنا. تمام، واجي اقول له سي اوت ايج يور ايج از كذا، اللي هو مين، ايج. كده الاول، اول حاجه، هل احنا اصلا كتبنا قيمه العمر احنا كاتبينها؟ لا احنا مش كاتبينها، احنا كنا عاملينها احنا عاملينها ب 15، فاحنا نشيل ال 15 دي. كده احنا مش مدين قيمه للايج، انا معرف بس، عملت ديكليريشن تعريف للايج. تمام، وقلت له هو يحط اليوزر هو اللي يحط الايج ده، هو اللي يحط العمر بتاعه. تمام. طيب قبل ما ندوس ران، عندي سؤال سريع. انا دلوقتي اللي هيطلع لي هنا انتر يور ايج، وجنبها هكتب الايج، وبعديها في نفس السطر هيبقى مكتوب المنظر ده. يعني هل المفروض هنا انا كنت اكتب اند لاين علشان ينزل سطر وما يبقاش الكلام دخل في بعضه؟ الجواب لا. انا بمجرد ما كتبت سي ان، هي لوحدها بينزل سطر. يعني انا بكتب اند لاين فقط في السطر بتاع السي اوت، لكن طالما انا بعد السي اوت عندي سي ان، انا مش محتاج ان انا اعمل اند لاين، هو لوحده بينزل سطر. يعني ده هيطبع في سطر لوحده، يبقى انا هيطبع عندي السطر ده واكتب جنبه العمر، وبعديها في سطر مختلف هيطبع عندي السطر ده. تعالوا نشوف سوا. تمام، اهو طلع عندي بيقول لي انتر يور ايج، هقول له اهو، هندوس هنا نكتب 24، قال لي يور ايج از 24. تمام، اتمنى ما يكونش فيه اي مشاكل في الفيديو بتاع النهارده، فيديو خفيف ما فيهوش معلومات كتير. ان شاء الله يكون كل حاجه اتفهمت. واتمنى لو في حد عنده اي سؤال يبعت لي على البرايفت او يكتب في التعليقات، وان شاء الله ارد على التعليقات كلها. واخيرا زي المره اللي فاتت، عايز تعملوا اكسرسايز كده خفيف. كل واحد يكتب انه يطلع لي هنا يعني في الاوتبوت الاسم والسن بس يبقى فيه سي ان، يعني استخدموا السي ان. تمام. بس مش صعبه ومش بعيده عن الاكسرسايز برضو بتاع الفيديو اللي فات. الفرق ان انت بس هتستخدم السي ان في الموضوع. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.